كابتن طارق، ربما الهدف المبكر الذي احرزه بيدري جعل برشلونه اكثر راحه، اكثر اطمئنان، واكثر ايضا رغبه واصرار في تسجيل هدف ثاني. صحيح، لان برشلونه دخل بقوه، قضى فرصه كبيره على ليفاندوفسكي، انفرد بالحارس. شيء ممتاز البرسا هو اللاعب في العمق. لما يكون عندك مهاجم مثل ليفاندوفسكي ممكن تعتمد عليه في العمق، لكن الهدف كان ممتاز بصراحه. عمليه جماعيه امتياز، سريعه جدا اللقطه. شوفوا عمليه، شوف بين بيدري وليفاندوفسكي ورافينيا، هدف ممتاز. اللاعب هذا باش يكون عنده شأن كبير وعظيم مستقبل، لاعب امكانيات كبيره، صنع صحيح. العاب. نشوفوا لهنا صنع العاب هو اللي سجل والهداف هو اللي حظ، لانه يعني كانوا قراب لبعضهم. اللقطه كانت سريعه وسريعه جدا. نعم. البرسا ممتاز، خلص 30 دقيقه الاولى مسيطر على المباراه، كان عنده امكانيه بيسجل. الاخطاء جات من خطا من بيدري جاء الكره وكان ممكن يسجل منها الفريق، لكن حذاري لان هدف 1-0 نتيجه ماهيش مطمئنه، رغم ان البرسا عنده امكانيات بيسجل هدف ثاني، لانه البرسا كما قلت انه من الناحيه الدفاعيه ممتاز، ارتداد سريع جدا، تغطيه في المساحات من اللاعبين وسط الميدان، ساعدوا كثير الدفاع. وبيدري يقوم معناتها عمل كبير في وسط الميدان هو واللاعب ديون. كيسي جيد اليوم كلاعب ارتكاز، ما شاهناش قدم كثير، يحاول انه يعطي فرصه اكثر لديون. شوفوا عمليه ممتازه. ليفاندوفسكي يعطيك حلول عديده، صراحه لاعب ممتاز، امكانيات كبيره، تحضير اللعب بدون كره، تغيير المراكز، يعطي حلول للاعبين الكل. لكن اعتقد ان البرسا كان افضل في الشوط الاول ومسيطر على المباراه. صحيح، برشلونه ايضا لديه قدره على استعاده الكره من منتصف الملعب، يضغط بشكل عكسي. تشعر بان برشلونه لديه يعني اكثر من حل حتى في عمليه كوندي و بتحركاته. شوط جيد جدا من برشلونه يا طارق على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي. اولا تشافي درس فريق فياريال بشكل كويس. نقطه الضعف اللي واضحه الشوط الاول واستغلها بشكل كويس جدا هي الاثنين قلوب الدفاع، باو توريس والبيول. بطاء الاثنين، عامل السن طبعا عند البيول 37 سنه. بص برغم الكثافه الدفاعيه ولكن ضربوا بسهوله جدا. بص في لقطه الهدف يا طارق 1-2 بسهوله جدا وقدام عينيهم، انما البطء عندهم في التحرك ومتابعه اللاعب اللي بيتحرك بدون كوره. بص سهل جدا الكوره ولكن في نفس الوقت صعب. اسلوب معتاد لبرشلونه اكيد، انما تشافي غير الاسلوب نتيجه البطء اللي موجود عند دفاع فياريال ده. طارق لعب بال4-2-3-1 بوجود كيسي وديونج الاثنين قدام الارتكاز، وخلى بدري صانع لعب تحت ليفاندوفسكي عشان الكرات البينيه دي، وده واضح في الكوره اللي في الدقيقه 3. بص هنا اسلوب برشلونه في اللعب في الناحيه الدفاعيه برغم الكثافه الهجوميه من فياريال والضغط على فياريال في نص ملعبه يا طارق، ولكن بيقدر يخرج بالحلول. ومن ضمن الحلول الكره الطويله اللي لعبها تير شتيجن، نقل الفريق كله لنص ملعب فياريال. وبص هنا تحول عكسي بقى من لعيبه برشلونه كلهم لنص ملعب فياريال. فدايما الخطوط قريبه من بعضها، دايما مفيش فواصل بين اللاعبين وبعض، بين خط الهجوم وبين خط الدفاع وبين خط الوسط. بيستعيد الكوره بكل سهوله وبيفرض اسلوبه، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في البدايه، ان برشلونه ما بيديش فرصه للمنافس ان هو يسيطر على المباراه. دي اللقطه الاولانيه، الكره الاولانيه اللي عملها بدري برضو فيها استغلال لعمق الدفاع فياريال يا طارق. ونقطه ثانيه، في باص جافي عمله في على الطرف، تشافي زعق له في الكره دي، دليل ان في لعبه هي دي المفروض كان يحطها ليفاندوفسكي في بين قلوب الدفاع. بص هو بيقول له في العمق، بص يا طارق بيقول له في العمق، فده دليل ان هو مركز على قلب دفاع فريق فياريال اللي فيه المشكله. انما برشلونه اضاع اكتر من فرصه كان ممكن يحسم فيها الامور. لسه المباراه ما انتهتش، لازم يسجل الهدف الثاني. تقصد ان تشافي يعتقد بانه سهل اختراق العمق بالنسبه لفياريال الدفاعي لفريق فياريال؟ نعم. بص بيرجعها لكوندي ولكن كان في وضع غير سليم انه يستلم الكوره، ولكن موراليس تعامل فيها بشكل سيء جدا. الكوره دي كانت لازم تتسدد في الزاويه العليا يا طارق، لان الحراس دايما بينزلوا يقفلوا المرمى من تحت. يعني تعامل فيها بشكل سيء جدا، كان لازم يشوطها يا في الزاويه البعيده او نعم. في الزاويه العليا من فوق. نعم، وهذه اصابه فرانسيس كوكلين كابتن، اصابه خطيره لهذا اللاعب.
صحيح، دائما يصاب اللاعب هذا الفرنسي، هو لاعب قوي بدنيا، وكيسي كان جيد في الشوط الاول. كيسي جيد. وين جاب كيسي؟ ممكن اعطى تعليمات المدرب تشافي انه دائما يغطي بالدي، هو بالدي يعطي فرصه باش يسعد، وكيسي دائما يغطي الجهه اليسرى. نعم. كابتن، كيف يعود فياريال؟ فياريال عنده لازم يغير، دخل تريجيروس في وسط الميدان، يدخل مهاجم اخر، ويلعب موراليس على الجهه اليمنى. موراليس في فريقه القديم كان يلعب على الاطراف ولاعب سريع، ما استغلوش الا في كره وحيده كان ممكن يسجل منها. البارسا في حاجه ماسه الى يسجل هدف اخر، وعنده امكانيه يسجل هدف اخر، خصوصا ان بيدري وليفاندوفسكي قاموا مباراه كبيره الشوط الاول بطبيعه الحال مع ديونغ اللي كان راجل الشوط الاول حسب رأيي. جميل.